أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموجز الإخباري. استفاقت مدينة بادرابنا والألمانية على مشهد تقشعر له الأبدان. في قلب سيارة مرسيدس سوداء انتهت حياة سيدة مغربية في ظروف غامضة، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة في واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام حالياً. البداية كانت صباح الخميس، حين عثر أحد المارة على جثة الضحية البالغة من العمر 39 عاماً داخل سيارتها المركونة على طريق فرعي بين منطقتي فورفيلد وبونفيلد. السلطات لم تنتظر طويلاً، فوصف المشهد بالمشبوه استنفر الأجهزة الأمنية فوراً. لم تمض سوى ساعات قليلة حتى نجحت الشرطة في فك اللغز الأول. على بعد أكثر من 200 كيلومتر، وتحديداً في مدينة ريغنسبورغ، تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي، رجل يحمل الجنسية العراقية يبلغ من العمر 41 عاماً. المعلومات الأولية تشير إلى وجود معرفة سابقة بين الضحية والموقوف، لكن الدوافع الحقيقية لا تزال طي الكتمان بسبب سرية التحقيقات. الشرطة الجنائية في هايلبرون لم تترك الأمر للصدفة، حيث شكلت فريقاً خاصاً يضم 50 عنصراً لتمشيط مسرح الحادث وجمع الأدلة الجنائية. وبينما تستمر عمليات البحث والتحري، وجهت السلطات نداءً عاجلاً لكل من عاين أي تحركات غريبة قرب الطريق الإقليمية 1107 ليلة الحادث للإدلاء بشهادتهم. فهل ستكشف الساعات القادمة عن تفاصيل جديدة؟ تابعونا للمزيد. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.